أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم من جديد. سوف نتعلم اليوم على الصفات رانغدير أو هافالناف. تنقسم الصفات إلى 6 أقسام. القسم الأول الصفات الوصفية رانغديرين وصفين، وهي التي تصف حالة أو شكل أو لون اسم ما. على سبيل المثال: من هسبي رش ديت، أنا رأيت الحصان الأسود. هسبي رش، رش هي الصفة، صفة الاسم وهو الهسب أو الحصان. مثال آخر: في دارا بلند، هذه الشجرة عالية. دارا بلند، بلند هي صفة بمعنى عالي للشجرة، تعود للشجرة أو الاسم هو الشجرة. القسم الثاني هي صفات الإشارة رانغديرين شانداني، وهي كما تبدو تدل على شيء ما من خلال الإشارة إليه. مثال: أف مروف جباجير هات، أف مروف، أف عاد هذا الشخص من المدينة. مثال آخر: أو مروفيكو تديتي براي منا، إن الشخص الذي رأيته هو أخي. أو مروفيكو تديتي براي منا. القسم الثالث هي الصفات العددية رانغديرين جمارين، أي هي التي تدل على الأعداد أو الأرقام. مثال: ده مروف هاتن، أي من عاد 10 أشخاص، 10، ده هي الصفة. مثال آخر: أف شاگرتي چارانا، هذا هو الطالب الرابع، ترتيب العددي أيضا. أف شاگرتي چارانا. القسم الرابع الصفات الاستفهامية رانغديرين برسياري. مثال: كي جان مروف هات، أي شخص عاد. وأيضا تشوي كودري، كو إلى أي مكان ذهبت. طبعا هاي استفهامية، تسأل السؤال وتستفسر عن شيء ما. القسم الخامس الصفات الغير معرفة رانغديرين نبنافكري. أعزائي المشاهدين، هذه الصفات تدل على أشياء أو قيم غير معروفة، سواء كانت من ناحية الكم أو العدد أو أي شيء آخر. مثال عنا: حمي مروفان دقوت، كان جميع الأشخاص يقولون، فهي تدل على كمية غير معروفة. إيصال: قلك فيكي هنا، في هذه السنة توجد الكثير من الفاكهة. قلك، فهي كمية غير معروفة بالضبط. من إيرو فلان ديت، فلان رأيت اليوم فلانا، فهو غير معروف من هو. لجم أو قصب هنا، يوجد عندي الكثير من النقود. القسم السادس والأخير صفات الملكية رانغديرين خومالين، وهي عبارة عن ضمائر الملكية نفسها. من خلال الأمثلة نقرأ: هسبي من بمعنى حصاني، هسبي من، خانية ما، بيتنا، برتوكا وي، كتابه. فهذه تدل على الملكية. وشكرا لمتابعتكم أعزائي المشاهدين.